بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى نحركم لايك وشير ونشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. فضل وليس امر نشترك في القناه بعد اذن حضراتكم. طبعا النادي الاهلي باي الاسبوع ده ما عندوش مباريات. المباراه القادمه ان شاء الله يوم الاثنين باذن الله امام بيراميدز. في حوالي 6 أو 7 لعيبه يا جماعه في نادي بيراميدز، ان لم يكن اكتر من ذلك. تمام، انحصلوا على انذارات الليلة في مباراة الزمالك، لن يتواجدوا في مباراة الأهلي. حوالي 7 أو 8 لعيبة، ده لو ما كانش أكتر من كده يعني. لو حصلوا على انذارات مش هيبقوا موجودين في مباراة النادي الأهلي. تمام، أنا بتوقع مفيش حد من بيراميدز الليلة هياخد انذارات، إن لم يكن أو إلا اللي مش عندهم انذارات، الا اللي ما عندهمش انذارات. اي حد عنده انذارات عشان ما يغيبش مباراة الاهلي فمش هياخد انذار النهارده. وجهة نظري عشان الموضوع ما يبقاش مكشوف، فممكن تلاقي لاعب او اتنين خدوا انذارات، ولكن السبع تمن لعيبه دول لو حصلوا على انذارات النهارده مش هيبقوا متواجدين في مباراة الاهلي. تمام، لعيبه الاهلي بصرف النظر عن نتيجة الماتش بتاع النهارده اللي هو الزمالك وبيراميدز، انت مالكش علاقة، انت مالكش دعوة. العب لعبك، انزل عايز تفوز امام بيراميدز بصرف النظر عن النتيجه النهارده، سواء فوز الزمالك فوز بيراميدز، انت مالكش دعوه. انت فوز ماتشاتك الجايه، فوز بيراميدز، فوز الزمالك. تمام، فوز على بيراميدز، فوز على الزمالك، فوز على سموحه، فوز على انبي. وجهه نظري انت مالكش دعوه بنتيجه النهارده. فزت الماتش اللي فات وشفنا الروح يعني والاصرار على الفوز، ولكن يعني جت متاخر، جت في اخر المباراه. نتمنى نشوف الروح دي مجمل في مباراه بيراميدز كلها، مش دقايق معدوده، مش اول ربع ساعه، مش الشوط الاول، مش الشوط الثاني، لا المباراه كلها. معلش، تعالوا على نفسكم، كلاعيبه تعالوا على نفسكم يا مجلس اداره. يعني كفايه بقى، اتكلموا مع اللعيبه دي وقولوا لهم كفايه بقى، يعني نمتوا كتير وحرقتوا دم الجمهور كتير، فنلعب بقى، نخلي عندنا دم حتى لو الاخبار دي صحيحه واللعيبه دي كلها واخده فلوسها واخده مستحقاتها كامله متكامله. العبوا عشان الجمهور اللي بيجي يتفرج عليكم ده، العبوا عشان تفرحوا الناس دي، العبوا عشان الناس اللي مستنيه اي حاجه تفرحها، العبوا عشان الناس اللي الكوره هي الحاجه الوحيده اللي بتفرحها. العبوا، خليكم رجاله، انتوا بتلعبوا في النادي الاهلي. سلام.